السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب دايما تكونوا مبسوطين من فيديوهاتنا. هنعمل مع بعض النهاردة طبق فشة بطريقة حلوة جدا، سهلة وبسيطة كده، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا حبايبي، نذكر بعض كده بالباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يلا بينا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا نشوفوا عملنا طبق الفشة الجميل ده ازاي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا قطعة من الفشة، وكمان قطعة كده صغيرة من الزور. انا كحتاها، وطبعا غسلاهم كويس جدا، وكمان حاططهم كده في مصفى علشان يصفوا اي مية زيادة فيهم. معايا هنا شوية توابل صحيحة، فلفل اسمر بقى وحبهان، وكم حباية كده من الكباب الصيني، وكم حباية برضو من القرنفل وورق اللوري. معايا هنا بصلتين وطماطمايه وكم قرن فلفل اخضر كده، وكم فص توم. طبعا هاخد طماطمايه وبصلايه منهم، هحطهم مع الفشه والبهارات، وانزل بيهم كده في ميه مغليه علشان اسوي فيها الكرش، الفشه عفوا. نزلت كده بطماطمايه وبصلايه وشويه التوابل الصحيحه اللي معايا، وكمان نزلت بقطعه الزور، وكمان بقطعه الفشه. اول ما نزلتها كده في المية المغلية لونها كده غير، وكمان حجمها كده زاد. بس طبعا لما تغلي وتستوي حجمها هيقل. بقى رجعت لها، بعمل لها كده اختبار بسكينة او بشوكة عشان يعني اضمن اللي هي استوت كويس. في الوقت ده طبعا انا سويتها حوالي 90 او 95 نسبة سوا، يعني علشان طبعا لسه هكمل سواها مع الخضار لما اشوحها كده معاه. خدتها بقى هنا من الشوربة بتاعتها وشطفتها كويس تحت مية جارية، ودلوقتي بقى جبتها هقطعها كده معاكم. يعني ده هي شرايح رقيقة كده. لو انتوا شايفين لونها ما شاء الله، لونها حلو جدا، برغم ان هي تعتبر مستوية معايا، بس لونها جميل خالص. بقطعها شرايح كده، تقدري بقى تقطعيها انت بالطريقة اللي تريحك. وبعد ما خلصنا بقى تقطيع، جينا هنا جبت جريلا بقى او طاسة، نزلت فيها بمعلقتين كبار كده من السمنة البلدي. ولو عندك بقى قطعة ليا او قطعة دهنة كانت هتبقى تحفة خالص، بس بصراحة في الوقت ده انا نسيت خالص اخرجهم من الفريزر. نزلت كده في السمنة بقطع الفشة، وكمان قطعت قطع الزور بتبقى كده مقرمشة كده وجميلة. هديلها تشويحة كده في معلقتين السمنة، ومع التقليب المستمر كده علشان طبعا ما تتحرقش معايا. عايزاها تتشوح كويس جدا من على الجوانب بتاعتها. ما شاء الله زي ما انتم شايفين الفشة كده في قطع منها بدأ لونها يغير وياخد كده من لون الشوي. هنزل عليها بقى بشوية خضار ممكن تستغني عنهم خالص. معايا هنا بصلاية كده متقطعة شرايح رقيقة، ومعايا كمان قرنين فلفل اخضر. هديلهم تشويحة كده مع الفشة، وفي نفس الوقت انا مش عايزة الخضار يتهري معايا، يحتفظ يعني سنة كده من قوامه. هنزل عليه بهارات بس كده خفيفة علشان بس اتبل الخضار. معايا هنا فلفل اسمر، ومعايا كمون على كزبره، معايا كمان بابريكا مدخنه بتبقى ريحتها حلوه جدا، وكمان معايا رشه كده من الحبهان وورق اللوري البودر، ورشه كمان من القرفه، ومعايا طبعا الملح. انا ما نزلتش بتوابل كتير لان معايا الفشه بتاعتي متطعمه طبعا بطعم التوابل اللي كانت معاها في الشوربه. طبعا الشوربه بتاعتها مش هستخدمها، اتكبت طبعا، بس الفشه طبعا اخدت من طعم التوابل اللي كانت فيها. ريحه التوابل بقى مع الخضار والفشه كده حاجه عظمه.
نزلت دلوقتي بقى بحاجة بسيطة كده من فلفل الألوان، وكمان 4-5 فصوص كده من الثوم، وده الأساسي مع تشويحة الفشة كده. في ناس يعني بيشوحوها بتوم بس أنا حبيت أنزل عليها كده شوية خضار، يعني يغير كمان لونها ويبقى عامل يعني للطبق بتاعنا لون حلو. بما إني يعني أنا أول مرة أعمل الفشة، أول مرة في حياتي يعني أعملها، ده طرق كتير بصراحة، فأنا أخدت الطريقة اللي هي عجبي. في قطع كده من الفشة لونها غير معانا وأخدت لون الشوي كده، وطعمها بصراحة كانت جميلة قوي. شايفين لونها تحفة جدا. طبعا ريحة التوم مع التوابل حاجة كده آخر عظمة. الفشة بتاعتنا كده اتشوحت كويس جدا وبقت جاهزة معانا ان احنا نقدموها. جيت هنا في طبق وبدأت كده انزلها، وبصراحة لونها وريحتها وطعمها كده كانت حاجة جنان. مش عايزة جنبها بقى غير شوية بطاطس كده محمرين او شيبسي وشوية مخلل وعيش قمح بقى من اللي احنا بنعملوه هنا معانا عندنا في الأرياف. ان شاء الله في اقرب وقت هعمله لكم ويبقى كده يعني جميل جدا. انا كنت عامله جنبها شويه كبده كده وبطاطس برضو ومخلل زي ما قلت لكم وشويه طحينه. ودلوقتي اقدر اقول لكم بقى يعني حين تاتيك السعاده على طبق من فشه جميله جدا بصراحه. اتمنى حبايبي الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنسونيش من اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. ودلوقتي بقى اقدر اقول لكم بحبكم كتير كتير قد البحر وسمكاته، واسيبكم على خير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.